بص بقى، انا هكلمك في اهلي والزمالك او الزمالك والبنك الاهلي او الاهلي بكره والاسماعيلي وبيراميدز بكره. هكلمك النهارده على ماتش الزمالك والبنك الاهلي. ايه اللي حصل؟ بص الكوره دي، ايه الكوره سخنه عليك يا حبيبي، مش عارف تمسكها، مش عارف تطلعها. محمد صبحي بيعمل ايه في نادي الزمالك؟ مش عارف، مستوى متدني. وان يقيم ده او انك تقول كده ان الحارس عنده ضعف ومش مركز مع نادي الزمالك، ما تقولوش اكتر من كده. ما تقولوش محمد عبد المنصف ليه ذنب، هو ملوش ذنب. لان عواد لما ينزل النهارده عمل ماتش كويس في 45 دقيقه. كان البنك الاهلي في الشوط الاول اخطر على نادي الزمالك، محمد عواد عمل اكتر من كوره. لكن بص الكوره يا عم، انا مش عارف يطلع كوره برجليه، مش عارف يمسك الكوره. اي نعم في سرحان من دفاع نادي الزمالك كانهم كانوا نايمين وصحوا ان الكوره بتنشط على محمد صبحي. لكن انت تعمل ايه يا حبيبي؟ يعني لو جايبين مهاجم هيعرف يمسك الكوره احسن منك. انت داخل فيك اهداف السنه دي اكتر من اكتر الماتشات اللي انت لعبتها. تعال نبدا ماتش النهارده الزمالك والبنك الاهلي. الزمالك بدا اللقاء بتشكيل مختلف عن كل الماتشات اللي فاتت. الزمالك مش عارف الفتره الاخيره، وسوري قلت لك الماتش اللي فات او قلت لك الحلقه اللي فاتت ما تفتيش، ما تجيش تفت النهارده. سيف الدين جزيري صفر على الشمال، مش عارف بيلعب يعمل ايه. انت حاطه بيعمل ايه مش عارف. تعالى النهارده الحسنه الوحيده للاسوري في الماتش هي رجوع محمد عواد حارسا لنادي الزمالك. النهارده الزمالك كان عنده اكتر من فرصه انه يخش في هدف، لكن الحارس المنيع محمد عواد النهارده كان بيطمن قلبي ويقول لي ما تقلقش انا عندي مستواي لسه. الزمالك بعدها كان بدا يفوق في نهايه الشوط الاول لولا الكابتن محمد معروف المعروف بايه، انت كده عارف. وقلت لك الحلقه اللي فاتت تخش تتفرج عليها، قلت لك ربنا يستر عشان محمد معروف كوارث اخطاء. محمد عواد طالع عمل حاجه خطره، لا لمسه ولا كلمه، راجل نط من فوق وكريم بامبو اعتقد وقع على الارض. طرد ليه؟ يعني النهارده الكابتن جال جريشه طلع قال لك لازم لجنه الحكام تعيد تفكيرها، واتكلم محمد معروف على العسل او تعاقبه. هذا واحد من الناس اللي كانت بتفهم في التحكيم. الزمالك النهارده او من ساعه ما بدا الموسم مضغوط من التحكيم ليه؟ انا عايز افهم. يعني الزمالك يعني انت شايفها طرد؟ هو عمل تدخل ما لمسوش، يعني هو ما لمسوش تدوه طرد على ايه؟ الله اعلم. المهم يعني كان عواد عامل ماتش كويس، نزل استاذ محمد صبحي معلش شوفها تاني، شوف الكوره تاني، مش عارف اقول لك ايه والله ما انا عارف اقول لك ايه. ما علينا، عشان ينتهي نادي الزمالك في الشوط الاول مهزمه 1-0 وبيخش الشوط الثاني هو مطلوب منه واحد. الزمالك وتغييرات اسوريو فرقت كتير مع نادي الزمالك الصراحه، تنقال هو غير، وعيب اسوريو ان هو بيبدا التشكيل غلط، فبتفقد الشوط الاولاني 45 دقيقه من الماتش كله. لكن اقول لك على حاجه، انا فرحان والله، مش عشان مكسب، عشان عوده روح. لعيبه نادي الزمالك من بدايه الدوري عندها روح انها تقدر ترجع، بتحاول ترجع. وعشان تعرف ان كلمه صح، بص على ماتش ارتا سولار وبص على ماتش بيراميدز. لو ارتا سولار ما عجبكش ان الفريق ضعيف، بص على ماتش بيراميدز. الزمالك رجع تاني، اي نعم اتعادل في النهايه لكن بيقدر يرجع من تاخره، ودي ما شفناش من الناس من فتره طويله. يعني بقى لنا فتره طويله ما شفناش الزمالك بيعمل كده، ودي حاجه تحسب لاسوريو الفتره دي. انا مش مع اسوريو، انا مش مع اسوريو لانه بيغلط كتير، وانا اتمنى زي ما قلت لك انا كنت معاه وداعم ليه، لكن يثبت على طريقه التشغيل. لكن اللي بيعمله ده بصراحه في الكوره ما يعتبرش تدريب. جه بعدها نادي الزمالك حاول وفعلا ضغط البنك الاهلي، طرد لعيب البنك الاهلي ادى التوازن بين الفرقتين، لان الزمالك كانت تبقى الهجمه المرتده خطر جدا على مرمى الزمالك. بعد الطرد الزمالك بدا يضغط اكتر البنك الاهلي، وهدف زيزو تسقيف. اتفرج يلا، الملك ده الملك احمد سيد زيزو اللي قدامك ده اللي هو احسن لاعب في الدوري المصري، عشان ما حدش يجي يلسن ويقول لك عايز الشحات مين وبتاع. احسن لاعب في الدوري المصري قدامك اهو من دون اي جدال. هدف عالمي النهارده، الزمالك بيرجع بجونين عالميين، واحد لشيكابالا وواحد لزيزو. سيبنا من شيكابالا دلوقتي وتعالى اتكلم في زيزو. كوره اتهيأت له ما استناش بوم. بصراحه ابو جبل عمل ماتش كويس النهارده قدام نادي الزمالك، حاجه تحسب لابو جبل. لكن الزمالك قدر يرجع بالنتيجه لما شيكابالا نزل. وكنت بصراحه لما شيكابالا نزل ما كنتش راضي على التغيير، لان ابراهيم رمضان كان عامل بدني كويس وكان مساعد نادي الزمالك، لكن بكوره بلمس من شيكابالا في اخر 5 دقائق يرجع نادي الزمالك عشان يكسب الزمالك 2-1. الموضوع بالنسبه لي بقى حاجه في قمه الاحراج. كل ما قلت شيكابالا هيخزني بيرجع وينصف نادي الزمالك من كوره من بعيد خالص، يدخل شيكابالا بوم في مرمى ابو جبل. قبل ما انهي الحلقه انا عايز اكلمك في نقطه، ان في خبر وهحط لك الخبر اهوت، وده مش مني، ده مؤكد من الكابتن محمد فاروق. بيقول لك ان في تواصل، وهقول لك ان حسين لبيب مفيش حد غيره هو اللي يقدر يتواصل مع اللعيبه دلوقتي، لان فاروق جعفر طبعا نايب، فاللي يقدر يتواصل دلوقتي وشغال هو حسين لبيب. كابتن هاني العتال اللي انا مش مقتنع بيه برضه الاستاذ احمد السليمان. لكن
واحد فيهم واللي هو معتمد ان هو بيكلم اللعيبه دلوقتي اللي هو الكابتن حسين لبيب. فان شاء الله يكون الخبر ده صحيح ويرجع ينورنا تاني حته الكريزه بتاعتنا اشرف بن شرقي، ويعود مره تانيه عشان يدافع عن الوان نادي الزمالك ويكسب معانا الكونفدراليه. لو الخبر ده صحيح اتمنى اللجنه بتاعه حسين لبيب تتدخل بقوه عشان ترجعوا تاني في انتقالات يناير الى نادي الزمالك. دي كانت ملخص اخبار حلقتنا، ولو اول مره تشوفني دي حاجه غريبه جدا ما تنساش تعمل لايك واشتراك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. كلامك من ونزل اوت الزملكاويه، سلام.